نيجي بقى للجزء بتاع الكونكشن بتاع الجيتسون نانو. الجيتسون نانو لو انا عايز اكونكت عليها او اوصلها بالنت، يعني عندي طريقتين. يا اما عن طريق الايثرنت اللي موجود فيها، كيبل ايثرنت، ونوصلها بالراوتر، يا اما عن طريق الواي فاي. طيب الواي فاي، الجيتسون نانو ليها موديول خاص بيها للواي فاي. لو انت سرشت عنه كده، كتبت جيتسون نانو واي فاي، بيتركب لها موديول كده، بيتفك مسامير كده ويتركب لها موديول كده، وليه بن وليه سوري ليه انتنه كده. بس الفكره ان ده مش متاح في مصر، فصعب جدا ان انت تجيبه، حتى لو جبته بيكون غالي. فالحل البديل لده ايه؟ بان احنا بنجيب واي فاي موديول خارجي، والواي فاي موديول ده بيكون كومباتبل مع اللينكس سيستم او كومباتبل مع الجيتسون. فبالتالي تقدر تستخدمه وتستخدم الواي فاي عادي فيها خالص. يعني الموديول اللي انا برشحه لكم اللي هو التي ال دبليو ان، اللي هو بتاع تيب لينك ده، اللي هو تي ال دبليو ان 823 ان، تمام. اللي هو ده عباره عن يو اس بي موديول صغير كده بتركبه في الجيتسون. والميزه فيه ان انت مش محتاج تعمل كونفيجريشن لحاجه. انت اول ما بتركبه، هو الجيتسون بتلقط ان هو فيه واي فاي موديول، كأن موجود فيها واي فاي، وتبدا تشوف النتوركس الموجوده. فميزته ان هو بيسبورت اللينكس، فبالتالي انت مش محتاج تنستول اي حاجه عشان يشتغل. اول ما هتركبه هيشتغل على طول. ده حتى اللي انا بستخدمه. في طبعا موديولز تانية وممكن تشتغل برضو، بس ده ميزته ان هو قوي يعني مش محتاج انستوليشن ولا حاجه، والسايز بتاعه صغير، فبالتالي هيبقى كويس معاك جدا. يعني دلوقتي انت عملت عملنا السيت اب وعملنا كل حاجه وركبنا الواي فاي، ووصلنا طبعا الجيتسون بتاعتنا بالنتورك، تمام. فاحنا عايزين دلوقتي نكونكت على الجيتسون اللي شغاله معانا عن طريق الايه، الواي فاي. هما الاثنين طبعا على نفس النتورك. فاول حاجه بعملها ان انا عايز اجيب الاي بي بتاع الجيتسون. فلو نفتكر الامر اللي هو بتاع ان ماب ده، ان هو بيليست عندي الاي بيهات اللي موجوده على الشبكه عشان اقدر اكونكت على الجيتسون بتاعتي من اللابتوب. طيب لو جيت بصيت كده، طبعا انا عارف الاي بي بتاع الجيتسون. الاي بي اللي هو ده 192.168.1.228. وعلى فكره الاي بي ده انا مثبته كمان، يعني عامله ستاتيك اي بي، تمام. طبعا في اول مره ما بتبقاش لسه عملته، بيبقى لسه انت ما عملتش ستاتيك اي بي، انت لسه ما عملتش كونكشن عليه. بس مجرد انك تدخل على الجيتسون بتقدر تسيت ستاتيك اي بي. فهكونكت عليها بالاس اتش، هكتب اس اتش، تمام. وبعد كده انا مسمي طبعا بكتب اليوزر نيم اللي انا عملته، انا مسميها جيتسون بوت، تمام. وبعد كده ونكتب الاي بي بتاعي. طبعا في حاله انك مش عارف الاي بي، يا اما بتجيبه من الجيتسون نفسه، بتكتب جواها اف كونفيج وتجيب الاي بي بتاعها على الشبكه. يا اما لو انت فصلتها عن الشاشه ممكن تعمل بالان ماب ده، وتجرب الاي بيهات لحد ما تشوف انهي اي بي منهم بتاع الجيتسون. فانا في الحاله عندي اللي هو ده الاي بي، تمام. طبعا هيطلب مني الباسورد اهو كده. انا كونكتد على الجيتسون عندي. حتى لو بصيت كده هلاقي اليوزر نيم بتاع التيرمينال اتغير وتحول لجيتسون بوت. يبقى انا كده جوه التيرمينال، او فاتح تيرمينال جوه الجيتسون. يبقى انا كده جوه الجيتسون. اقدر بقى اسيت الستاتيك اي بي زي ما انا عايز. لو انا مشيت على نفس الستبس بتاعه النتورك كونفيجريشن، ان انا بتحرك جوه الدايركتوري دي على الجيتسون، تمام، واعمل بيست. بعد كده اعمل ال اس، هيليست لي النتوركس اللي موجوده، تمام. لو انا فتحت بالسودو نانو وبعد كده اسم النتورك، طبعا مش لازم تكون دوت ان ام كونكشن زي التانية، يعني عادي مش مشكله، على حسب الاسم اللي هي متسميه بيه. يعني نعمل سودو نانو، وبعد كده اكتب اسم الشبكه، تمام. هيخش عندي على النتورك، وابدا بقى اغير الاي بي اللي هو الاي بي فيرجن 4، تمام. اعمله بنفس السيتنجز اللي انا عملتها هنا دي، وطبعا اديله اي بي مختلف عن اللي انا اديته لللابتوب. نفس الكلام برضو لو انا شغال بالراسبيري باي، بعمل نفس الستبس. اي اوبونتو سيستم هينفع معاه الميثود دي يعني.